يا مساء الورد. اليوم سوي معاكم غوزي الدجاج بطريقة جبت لكم أسهل طريقة وأسرعها، ولكن في نفس الوقت تعطيكم طعم أكيد لذيذ، ما أستغني عن الطعم يكون لذيذ. نشوف طريقتها مع بعض. أول شيء نبدأ فيه الدجاج. عندي الدجاج كاملة حطيتها على الموية، بدأت أشيل منها الزفر وحطيت لها التتبيلة لغاية ما استوت عندي الدجاج، شلتها وحطيتها على جنب. وحطيت عندي هنا البهارات اللي بحطها عليها، وحطيت عليه زيت الزيتون ومن موية مرق الدجاج نفسه، واصبغ الدجاج بالكامل وادخلها الفرن تتقمر من تحت ومن فوق وتكون معنا جاهزة، لأن أساسا هي مستوية. الرز عندي منقوع ومصفى، حطيته في القدر وحطيت عليه عروق الفلفل وحطيت عليه من مرقة الدجاج وحطيت الملح ووزنتها مضبوط لغاية ما بدأت تنشف. حطيت صبغة الزعفران والبصل المقمر وغطيت عليها وتركتها تستوي على نار هادية. عندي هنا من مرقة الدجاج حطيت شوية من الكركم، حطيت عليها شوية مكرونة وتركتها تطبخ لغاية ما استوت عندي. عندي بيض مسلوق، حطيته على شوية زيت وعلى شوية بهارات وفلفل أحمر حار وشوية من صبغة الزعفران، تركتها تتقمر وتاخد لون الخلطة اللي فيها. وزينت الرز وقدمته وحطيت عليها من البصل المقمر والمكسرات، وصار جاهز وهنا وعافية.